سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بإذن الله بقدم لكم الكماج. اسمه عندنا الكماج، هو عيش بلبن، بيبقى صغير كده وجميل ولذيذ. مكوناته بسيطة وسهلة خالص، وبإذن الله ربنا يعينكم وتعرفوا تعملوه. ده 2 كيلو دقيق، حتة سمنة. طبعا أنا هاخد نص دي لأن بحط معلقتين سمنة كبار وربع كوباية زيت. شايفين معلقة الخميرة ومعلقة ملح كبيرة ومعلقة ونص سكر، سمسم، لبن حسب العجن. بتحط بقى لازما ما يتعجنش الا بلبن. وهنمشي معاكم خطوة بخطوة وهلخبط. الأهم حاجة في الأول لازم نحط السمنة والزيت. معلقة السمنة الكبيرة وربع كوباية الزيت. حطينا كل المكونات الجافة هنا، المكونات بتاعته: معلقة الملح الكبيرة والمعلقة ونص سكر ومعلقتين السمسم الكبار. السمسم حلو، عايزة تحطي 3 معالق حطي. السمسم حلو ومفيد للعظم وطعمه جميل قوي في العيش دي. ولازم تفركيه الأول بالسمنة والزيت. المعلقتين السمنة الكبار أو معلقة سمنة كبيرة، المهم أنا حاطة عشان هو اللبن ما شاء الله سمين، وحاطة معلقتين زيت كبار اهون. لازم تقلبيه الاول كده، شايفه وانا عارفه ان انتم ما شاء الله عليكم احط بقى كده المكونات بتاعته: الزيوت والسمسم والملح والسكر دابوا فيه. احط بقى كده اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. واقلب. اجيب الخميره بقى واحطها. الخميره البيره هي لازم اللبن بيبقى دافي برضو، خلي بالكم كل حاجه تبقى بحراره الغرفه. لو اللبن في التلاجة طلعيه ودفيه شويه، وكذلك الزيت وكذلك السمنه. اقلب. وحاسه ان هو هيحتاج لبن اديله، ما احطش ميه. يلا نلفه بقى كويس علشان ربنا يسهل ويخمر ونخبزه مع بعض. وصلنا في المرحله دي من العجن. على فكره انا بحب العجينه بتاعته تبقى طريه شويه، وده هتلاحظيها في الخبيز وهتلاحظيها في السوا بتاعه. ما شاء الله يبقى فاشش كده ورافع نفسه قوي، ويبقى طري ويبقى ملبلب. على فكره انت ممكن تحط مع السمسم شامر، بس لو ولادك بقى بيحبوه عشان ما حدش يتأنف عليه حط شامر. لو هما بيحبوه ما بيحبوش الشامر يبقى كفايه السمسم عشان يتاكل بألف صحه اهو. وشوفوا كمان لسه عايز لبن، شايفين ما شاء الله 3/4 علبه. احط بقى شويه عشان برضو بحب. على فكره معلومه حلوه: اللبن طري مغلتوش، يا دوب طيرت سقعته بس كده عليه علشان يفضل العجين طري. برضو العجين يفضل طري، لكن لو غليتيه العجين بيبقى ناشف. شفت بقى، فلاحه مصريه. يلا نكمل العجن ونخليها طريه مع بعض. احنا كده خلصنا عمليه العجن. شايفين العجينه طريه اهي، لازم تبقى طريه. هتقولوا ده طريه قوي، لازم لا، عارفه زي ما انا قايله لك في الاول علشان يبقى ملبلب، يبقى يفضل هاشش وطري طول الوقت اللي هو عندك فيه. وكمان انت لو قعدت تلف في العجينه كل مدى تخلص من ايدك. على فكره والله كانت ايديا ملانه عجين وكانت ملعبكه خالص من العجين. طول ما انا بعجن فيه كده اهو ايديا تسلم. طول ما انت قاعده تلفيه وتلت فيه بالفلاحي تقعد تلت فيه جامد، ما شاء الله العجينه تخلص من ايدك وهو يلف ويبقى شكله زي الفل. شايفه العجينه جميله ازاي؟ واللي ربنا بقى باذن الله يفتحها علينا وعليكم جميعا يا رب. اللي عندها عجانه بقى تعجن في العجان عادي بتاع 10 دقايق ولا ربع ساعه او كده، وتقومي مغطياه بقى كده. الحمد لله شوفي طالما العجين طلع من ايدك اهو وما عادتش ايديا شابكه في عجين، يبقى كده ما شاء الله تمت عمليه العجن على خير وفي صحه ان شاء الله. الوقت بقى انا هسيبه بقى لما يخمر. هغطيه بكيس بلاستيك اهو نضيف، والجو دافي وحلو الحمد لله اهو، وفوطه بقى نضيفه. وهسيبه هنا في المطبخ قد نص ساعه. هسيبه نص ساعه يدفى ويخمر ويبقى حلو، وان شاء الله هنقطع ونخبزه مع بعض باذن الله.
لكن لو في الساعة بقى بيقعد له ساعة، ساعة ونص، حسب دفيان الجو. هسيبه بقى كده يخمر الوقت. بسم الله ما شاء الله. شايفين شايفين ما شاء الله قرصم ده. شايفين الخميره؟ حكم انا سهيت عنه شويه بجد عشان انا بغسل، سهيت عليه. فبس ما شاء الله الريحه بتاعته جميله ما شاء الله. يتاكل بالف صحه يا رب، وربنا يعينكم وتعملوه. فانا بقى هاخده دلوقتي المرحله اللي بعد كده ان انا اقطعه واسيبه يستريح. لازما التقطيعه بتاعته اقطعه واسيبه يستريح شويه، وبعد كده اقوم مبططه فرده التكويره اللي انا دورت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى كلها مقاس واحد بعملها كده اهو. اقوم حاطها هوريها لكم. اخد كميه كده من العجين معايا اهي في ايدي، وعشان انا متمكنه من التقطيع يعني هتبقى سهله. وانتوا بقى بالنسبه لكم يبقى ايدك ميزان اهي. عايزه تحطها كده حطيها، عايزه ترجع تدورها تاني ما هو العجين هيستريح. وملاحظين مفيش ضوافر، لازم النظافه. مفيش ضوافر ولا مونيكير ولا بديكير. اهو دي طلعت زياده شويه اهي. شايفه التقطيع اهو. احس ان دي زياده شويه او محيشه. بقطعه بقى كله كده اهو مره واحده واسيبه على الصينيه يستريح. اهم حاجه راحه العجين، لانه شايفين كل ما يخمر وما شاء الله وياخد راحته في الخمر يزداد يزداد حسن. وانتوا كلكم ما شاء الله كلكم عارفين ما شاء الله عليكم، وايديكم كلها بركه. فربنا يعينكم وتعملوه. هنقطعه كله يعني نقرص العجين ونسيبه يستريح. تاخدي حته بحته كده اهو وتقومي حطها. خلاص يا حبايبي، هرجع لكم تاني ان شاء الله ومعاكم لاخر الفيديو. قطعنا العجينه اهون حسب الرغبه اللي انت عايزاها. انا عايزاه يبقى كبير شويه كده ومتختخ كده حلو. لو عايزاه يبقى رقيق تصغر العجينه بتاعتك. قطعناه وبرده لازم نسيبه يستريح 5. هو ما شاء الله خمراء. انا حاولت احافظ على الخمر بتاعه وانا بقطع. مش امسك مثلا الحته العجينه واقعد الف فيها لا، بقوم اقطعها واقوم حطها واقوم قافلاها من تحت كده اهو. بقت مستويه واقوم حطها. هو ده ما شاء الله خمران. اغطيه بقى بحاجه بلاستيك، بكيستين بلاستيك كده، كيس هنا وكيس هنا، واقوم واخداه معايا عند الفرن ابطط وهوريكم هنعمل يلا يا حبايبي. طلعنا اهو عند الفرن وهنبدا بقى نبطط. العجينه ما شاء الله طريه وحلوه. انا لازم اغطيها عشان وشها ما ينشفش ما يشققش. فانا اغطيها بحاجه بلاستيك. نشيلها بقى ونحطها دي الصينيه الاولانيه اللي انا هخبزها. نحط هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بحطش دقيق تحت منه اهو، عشان السمنه واللبن اللي فيه يبان. كفايه كده. هي ما شاء الله عايزه تفرد وتدي، بس بقول كفايه كده عشان تبقى تخان. هرص في الصينيه نفس المقاس. رصيت الصينيه الاولانيه رصينا الصينيه الاولانيه وخلصتها. هسيبها بقى تستريح برضو شويه. قبل الخبيز لازم تستريح شويه. لازم بعد ما تبططيه مش تقوموا حطاه في الفرن على طول. لو حطيتها يستوي كل حاجه، بس مش هيبقى كله بقى قابب كده، لا، هيبقى مستوي بس مفطس بقى على بعض. فاحنا علشان يقب كله ويبقى منفوخ على الاخر نركنها شويه على ما اخلص بقيه الكميه. ولعنا الفرن اهون على نار حاميه، وبعد كده ان شاء الله هوطيه 5 دقايق كده. انا هوطيه بقى لان انا مولعاه بقاله 5 دقايق. هوطيه واقوم حاطه اول صينيه اللي هي الحلوه دي. هوطيه بقى. شايفين اما استريحت بقت حلوه ازاي؟ هوطي النار شويه. ايوه كده حلو. اجيب بقى الصينيه واحطها. شايفين النار ما تكونش بقى شوفي شايفين انا سايبه مسافات ازاي بين كل واحده وواحده عشان زياده الخمر دي. خمر برضو شويه هو بره اهو. واقفل بقى عليه
اقفل عليه كده وانا قاعده قدامه واشوف ربنا يسهل، واربع دقايق 3 دقايق كده ايه وابص عليه. فتحنا الفرن بعد 3 دقايق وهوريكم منظره اهو، شايفين؟ ولسه ده لسه بيقول يا هادي اهو. ندخله بقى تاني بسرعة عشان حرارة الفرن، ونقفل عليه برضو 4. محملش دقيقتين 3 ليه؟ لانه هو كله لبن، لانه كله معجون بلبن. شايفين قعره؟ شايفين ما شاء الله اهو، شايفين وقابب ازاي جميل. اتفضلوا معانا بالهنا والشفا يا رب والصحة. شايفين ما شاء الله. شايفين الهواء معاكسنا النهارده الجو النهارده هوا عندنا لساعة لايدي كمان اهو. الله سخن جدا مش عارف. شايفين ما شاء الله، شايفين قلبه، شايفين الحلاوه، الف صحه. شايفين الخمر شبعان ما شاء الله، خمر وجميل اهو. ربنا يعينكم يا رب وتعملوه، ورمضان جاي لكم اهو، احلى حاجه في السحور. ومعاه طبق الجبنه ما شاء الله بقى، جبنه باتي بقى، عمايل ايديا برضو وحياه عينيا. اوريها لكم اهي، انا جايباها علشان هنقعد ناكل بقى هنا عند الفرن برضو جبنه وكماج بلبن. يعني ده لبن وده لبن، وربنا يبارك، وكلها خيرات بلدنا. متنسوش بقى الاشتراك وتدعيم القناه وتفعيل الجرس. مع السلامه، لايك، ودامت بيوتكم عمران.